عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. كل سنة وانتم طيبين. خلينا متفقين ان كل فيديو هنعمله في رمضان نقول كل سنة وانتم طيبين. رمضان جرى في ثانية في ثانية. احنا لسه كنا من يومين بنعلق زينة رمضان، خلاص بقينا 9 يوم او 10 يوم في رمضان. تابعتوا ايه بقى؟ مسلسلات ايه؟ اتفرجتوا على ايه؟ بتتفرجوا على رامز ولا لا؟ انا بتفرج عليه بصراحة، هو رخم شوية بس باحب، أنا خلاص اتعودت إن أنا أتفرّج عليه على الفطار. الحمد لله السنة دي رمضان كان خفيف، حلو أوي، عكس سنين فاتت. رمضان السنة دي داخل علينا كده، أنا حاسة إحساس داخلي من جوايا إن رمضان داخل يصلّح كل حاجة، والله العظيم. النفسية الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله هدت. الأعصاب اللي كانت مشدودة هدت. كل حاجة، كل حاجة بقت جميلة، الحمد لله. والله العظيم يا بنات، والله مش كلام وخلاص، أنا باكلمكم من كل قلبي. رمضان ده أحلى رمضان عدّى عليَّ في عمري كله، والله أنا الحمد لله باعيش في كمية راحة نفسية الفترة دي مش طبيعية، فدي الحمد لله أشكر عليها ربنا عمري كله، والله العظيم الحمد لله، الحمد لله. ربنا يا رب يديمها عليَّ نعمة، ولو عندكم يديمها عليكم نعمة، ولو مش عندكم يرزقكم بيها، اللهم آمين. بس كده. النهارده بقى عندنا إيه في اليوم؟ النهارده أنا عازمة دنيا أختي على الفطار. الحقيقة إن هي هتبات معايا يومين، فعايزين نخلص بسرعة لأن خلاص احنا بقينا قرب العصر هيدن. فأنا لميت البيت بسرعة، أنا قايمة بصراحة النهارده متأخر، قايمة الساعة 1، فعايزة لميت البيت بسرعة. في حاجات لسه ما عملتهاش، إن شاء الله نعملها بالليل وهاطبخ بقى، أعمل الفطار وكده. تعالوا بقى إيه، آخدكم معايا في اليوم نشوف هنعمل إيه النهارده إن شاء الله. أهم حاجة لو عجبكم الفيديو اضغطوا له لايك، عشان انتوا بتنسوا تضغطوا اللايك. بس لأ حرام والله العظيم، لأ بتضغطوا لي، لا والله بتضغطوا لي، انتوا حبايب قلبي، لأ بتضغطوا لي. اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو يا بنات انزله يوصل لكم على طول الاشعار بتاعه. ولو عجبكم القناة وعجبكم الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتم بتتابعوني منين واسمكم ايه وكده، خلينا نتعرف شوية مع بعض في الكومنتات. هنا بقى يا بس كده، بنات انا يلا كنت بينا نبدأ بدأت خلاص في الفطار. كان لسه على الفطار بالظبط ساعة ونص. هتقولوا لي وقت قصير، اقول لكم لا، انا بحب بالذات على في رمضان. عارفين انتوا اللي هو اخرج الاكل من على البوتاجاز على طول على الفطار، ما بحبش الاكل يكون بارد، فبظبطها بالظبط على ميعاد، على ساعة الفطار بالظبط. هنا بقى انا كنت طلعت طبق بانيه يفك من الصبح، وخدته كده في بولة وقعدت اظبط الملح بتاعه. الحقيقة ان انا كنت متبلاه من زمان، من ساعة ما عينته في الفريزر كنت متبلاه بس ما حطيتش فيه ملح، يعني حطيت فيه كل البهارات اللي انا عاوزاها ما عدا الملح. حطيت بقى حاجات كتير قوي قوي قوي، حطيت كاري وكركم وحاطه نطرة سكر وواحدة مرقة. ملح لا، ما حطيتش ملح، حطيت فلفل وكمون وشطة وبابريكا و... وبصل بودر وتوم بودر، وحطيت له برضو كنت بشرت بصلاية واخدت المية بتاعتها برضو حطيتها عليه. كنت وقفت بس ان انا اخرجه من الفريزر يفك، احط له الملح بتاعه واحط على بضايه بس كده. بيسهل قوي 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 قوي، دي نتيجة تفريزات رمضان. حلو قوي قوي قوي، وبتسهل عليك الطبيخ بطريقة مش طبيعية. هنا بقى انا كنت عملت ميكس، ما عملتش كله بنفس الخلطة، يعني سبته شوية في الملح يتملح، وبعدين اخدته بقى حطيته في البقسماط. عملت حبة من الكمية في البقسماط وعملت حبة في فيجيتار عادي وحبة في فيجيتار حار. فاهمين؟ يعني كل واحد فينا كان بيحب حاجة فنوعتها، يعني نوعت الطبق كده، ما عملتوش اي حاجة واحدة. والحقيقة ان اكتر حاجة، يعني اكتر تتبيلة حبيتها بيه اللي هي الكفر الخارجي بتاعه ده، اللي هو الفيجيتار، مش الفيجيتار الحار، الفيجيتار العادي. اكتر تتبيله بصراحه حبيتها. والناس اللي بتحب الحر قوي هتحب قوي 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 البانيه بالفيجيتار الحار، بيبقى تحفه. لكن ما رجحتش انا بصراحه البقسماط. هو البقسماط اصلا معمول للبانيه والحاجات دي، بس بصراحه انا حسيت ان الفيجيتار احلى من البقسماط في الاكل، بيديله طعم. لكن البقسماط بتحسي بطعم البقسماط وانت بتاكلي، او تحسي كده، عارفه طعم الرده، حاجه زي كده.
بس هنا بقى انا كنت قعدت اتبلها، الحقيقة وقعدت ان اظبط البنات فيه. دوت مش جاهز، انا اللي عاملاه. يعني كنت جبت فرختين وقطعتهم واخدت الصدور بتاعتها. احنا في الطبيخ او في الاكل الطبيعي اللي هو الطبيخ، هطبخ مثلا طبيخ، احنا مش بنحب ناكل صدور، ولا انا ولا جوزي ولا الولاد ولا اي حد. احنا بنفضل الورك، بنحب الورك. فانا بجيب الفراخ عادية خالص، بقسمها بقى، بقطعها. بناخد الورك او الوراك عموما، بعملهم اكلة لوحدهم في خضار ورز وكده. لكن الصدور باخدها اعملها ايه بقى، اعملها شيش طاووق، اعملها بانيه، اعملها ستريبس، اعملها حاجات كتير كده. اخدت بصراحة قبل كده في يوم في رمضان كنت برضو عاملة طبق شيش طاووق. بصوا انا بعمل الطبق وبجهزه واقوم متبلاه واسيبه على الملح بس، واحطه في الفريزر، اطلعه كأن لسه عاملاه دلوقتي اهو، والله كأني لسه متبلاه دلوقتي اهو. بيبقى تحفة، مبيحصلوش اي حاجة خالص. بتسيبيه يفك بس، وبعد كده حطيله الملح وشوفي بقى طعمه هيبقى عامل ازاي. كان خطير. وكنت برضو عامله شيش طاووق، كان تحفه 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 تحفه. كنت عاملاه على رز اصفر، بس انا حبيته اكتر بالعيش اكتر. انا اصلا من الناس، يعني انا طبعي اصلا ما بحبش، يعني افضل اكل بره اكتر عن الطبيخ، اكتر من الطبيخ. ما احبش انا الطبيخ الكتير ده. هنا بقى انا كنت دخلت عملت البشاميل. اول حاجه سلقت المكرونه وسبتها خرجتها خلاص تبرد وسبتها. وبعدين دخلت بقى اعمل الصوص بتاع البشاميل نفسه. انا بعرف اعمله حلو قوي قوي قوي. بعمل باخد حته زبده على حبه زيت. انا مش بعاير بصراحه، انا بحط كده يعني بالوايم او باحساسي. بحط حته زبده على حبه زيت، وبعدين بنزل تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده بالدقيق. تمام. احط معلقة 2 3، حسيت ان الصوص لسه سايب شوية بزود دقيق تاني. انا حطيت بالظبط 4 معالق، بس المعلقة بتبقى مليانة. وسبته كده، ما الحمد لله ما كلكعش مني، ظبطته. وبعدين نزلت عليه باللبن، وقعدت بقى اعمل بيه كده بالمضرب بتاع البيت ده. قعدت الف فيه كده عشان ما يكلكعش مني. وبعدين انا بحط له بقى، اقول لكم الصوص البشاميل اللي بيطلع معايا تحفة ليه. طعمه يعني مش بركز بس في السمك، انا بركز كمان في الطعم. انا بحط ملح ومعلقة سكر صغيرة ومعلقة فلفل حلوة زي دي كده، وبحط واحدة ماجي او 1.5. انا بصراحة كنت حطيت 1.5. 1.5 ماجي بتوديلك طعم البشاميل في حتة تانية خالص. اقسم بالله انت بتاكلي البشاميل كده كأنك بتاكلي سكر، بتبقى تحفة قمر، بتبقى خطيرة خطيرة. وانا بالنسبة لي اصلا المكرونة البشاميل اللي انا بحبها عشان البشاميل نفسه، ولا عشان اللحمة ولا علشان المكرونة. انا بحبها عشان البشاميل نفسه. هنا كنت خلاص سبته بقى وطيت النار عليه بقى بعد ما فكيت الدقيق في اللبن وخلاص كله تجانس مع بعضه. وطيت على النار وسبته يتقل مع نفسه. ودخلت بقى على اللحمة اللي هو التعصيجة بتاعة البشاميل. حطيت لحمة على بصل من اللي انا مفرزاه وحبة توم وشوحتهم. وبعدين نزلت عليهم بالخضار، فلفل اخضر وطماطم. وبعدين حطيت بقى البهارات بتاعتها، ملح فلفل كمون شطة، وواحدة ماجي وحبة سكر صغيرين. ده هقول لكم على حاجة، دي البهارات دي هي اساسية معايا في كل الطبيخ. انا بحب تشكيلة البهارات دي. التتبيلات بقى بزود لها حاجات تانية. شايفين هنا صوص البشاميل تقيل وعمل وش ازاي، كان تحفة والله العظيم، كان تحفة وطعمه قمر. انا ولادي بيحبوا قوي قوي وانا بعمل البشاميل. اديهم حبة مكرونة بيضة كده تمام عادية خالص، واحط لهم عليها حبة من البشاميل وبيقعدوا ياكلوها كده، هما بيعشقوها كده زي المكرونه الوايت صوص، بس هي مش مكرونه وايت صوص، انا بضحك عليهم. هنا بقى كنت خلصت البشاميل وظبطت الصينيه ودخلتها الفرن. ما خدتش معايا 10 دقايق. عايزه اقول لكم ان هنا انا جوزي كان بيتكلم معايا، دخل اتفاجئ ان لسه على الفطار 10 دقايق بالظبط والان لسه شغاله، فاتفاجئ. بس الحمد لله انا خلصت، انا بظبط الوقت مظبوط. والله ظبطت الوقت بالظبط على الفطار. الاذان كان بيدن واحنا حاطين الاكل على الترابيزه وبناكل. الحقيقه ان انا نسيت اصور لكم البانيه بعد ما يتقلى، مش عارفه ليه نسيت الحته دي. بس كان طعمه تحفه وشكله خطير وشكله حلو قوي قوي قوي. ممكن تعملوا الطريقه دي كمان مع اللحمه اللي هي الستيك، بتبقى بتبقى خطيره. التتبيله
مش تغلفوها طبعا، التتبيله بتبقى مع اللحمه الاستيك تحفه. وهنا كنا خلاص البشاميل، انا نسيت اصورها لكم بعد ما خرجت لان طبعا لبخه الفطار وكده، ونسيت برضه اصور لكم البانيه بعد ما خلص، بس مش مشكله، قلت بعد ما اتغدينا اصورها لكم كده تشوفوا شكلها. كان شكلها تحفه وقمر والله العظيم، وكان طعمها خطير. بس طبعا احنا ما اكلناش لان انتوا طبعا عارفين احنا كلنا ما بنفطرش على الاكل، يعني ما بنتغداش اصلا، هو احنا بنفطر عصير يعتبر. احنا بنبقى قبل ما نفطر بنبقى حاسين عشان صايمين، حاسين ان احنا هناكل الدنيا كلها، بنقعد نعمل اكل بالذات اول يوم رمضان. انا اول يوم رمضان عملت الاكل والله العظيم قعد معايا 3 ايام والله قعد معايا 3 ايام، بس كان الحمد لله، هي نعمة الحمد لله. بتبقى برضه موجودة في البيت. واقول لكم على حاجة والله العظيم، انا اللي يعرفني يعرف ان انا ما كنتش بحب اكل الاكل البايت. انا حاليا انا بعشق الاكل البايت اكتر حاجة دلوقتي او اي حاجة بتريحني نفسيا بصراحة، او بتخليني ما اقومش اتعب او اعمل مجهود او كده، انا بقيت بعملها عادي جدا جدا جدا. البني ادم كل ما بيكبر كل ما كل حاجة فيه بتتغير، تفكيره وعقله ودماغه وآراءه وكل حاجة كل حاجة. بس الحمد لله، المهم ان هي تكون بتتغير للصح. هنا بقى بعد الفطار قمت علشان ايه انضف المطبخ كده، علشان لما نيجي للسحور ان شاء الله المطبخ يبقى هادي وحلو، ونقدر ان احنا نقعد نعمل ايه السحور بمزاج. بس كده، وانا كنت خلاص يعتبر خلصت اليوم، يعني بالليل بقى نعمل السحور وخلاص. انا كنت مبسوطه قوي 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 النهارده ان دودو عندي، انا كنت فرحانه قوي قوي قوي، انا بحب البنت دي قوي قوي، هي مش اختي بس، هي صاحبتي وحبيبتي وبنتي، ربنا يخليها ليا وما يحرمناش من بعض ابدا، ويبعد عننا كل شر، ويبعد عننا اي حاجه وحشه في الدنيا يا رب، وما يبعدنا عن بعض. لان البنت دي اقول لكم على حاجه والله العظيم، البنت دي جدعه وصافيه ومحترمه ومتربيه، ربنا يخليها لي يا رب ويخلي لكم حبايبكم اللهم امين. هنا خلاص انا كنت خلصت اليوم وخلصت الفيديو وخلصت المطبخ الحمد لله، وغسلت البوتاجاز والحوض وخلصت الدنيا. لو الفيديو عجبكم متنسوش تضغطوا له لايك وتشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي حبايب قلبي، مع السلامه.